الحمد لله النادي الأهلي بيضع قدم في النهائي الحمد لله بعد الفوز على الترجي 3-0 امبارح. النادي الأهلي صراحة امبارح كان الفرقة كلها ما شاء الله عليها كانت ممتعة صراحة يعني. طبعا النادي الترجي التونسي من غير جمهوره بيفقد نص قوته، ده من وجهة نظري أنا الشخصية يعني. الحمد لله النادي الأهلي وكمان يعني بفضل الله يعني الأهلي كمان كانت النتيجة كانت ممكن تبقى أكبر من كده كمان، بس الحمد لله الحمد لله على النتيجة يعني، والحمد لله إن الأهلي فاز 3-0 امبارح. دي يعني عايزة بس أشيد بحاجة. كولر كولر ده ربنا الحمد لله كرمنا بيه يعني. الفرقة الحمد لله ما شاء الله عليه اللي وصلت ليها ده لسه لسه كولر دي بالظبط زي ما بيقولوا كده، دي النسخة التجريبية من كولر. لسه لما ربنا ييسر الحال ان شاء الله والإدارة تلبي له كل طلباته هنشوف نسخة من كولر. النادي الأهلي هيكون في حتة تانية ان شاء الله، فربنا يكرم ان شاء الله والإدارة تلبي الكولر هزيمة صن داونز بالخماسية كانت الحمد لله كانت ليها فعل كبير على كولر انه يغير تفكيره من إن لا مش كل المطوشة لازم العب مفتوح ولازم العب ان انا ابني لعب. لا، المطوشة ما بتمشيش كده. فالحمد لله هزيمة صن داونز دي كانت من اسباب ان كولر غير تفكيره. كولر دلوقتي بقت القصة دلوقتي لا انا بلعب في فرق بتلعب بتلعب كورة عرضية والكلام ده كله، لا خلاص قفل. العب منعم والعب بياسر ابراهيم عشان الكوره العرضيه. انا عايز ابني لعب فبلعب بعبد المنعم وبلعب بمحمود متولي. دماغه اتغيرت وفهم افريقيا الحمد لله بسرعه، ما احتاجش وقت انه لسه هيفهم افريقيا ويشوف الدنيا ماشيه ازاي. فالحمد لله الناس تقعد تقول لك صن داونز ماشي، صن داونز يا باشا تمام، ويقعد يعايرك بالنسبه تيجي صن داونز، بس الحمد لله كانت فضل كبير ان مسيره النادي الاهلي تتغير في البطوله. طبعا ما ننساش اطهر الطاهر في القصه دي، اطهر الطاهر بالبيلين اللي هو ضيعه دي. شوف القصه الحمد لله بفضل الله كانت هتمشي ازاي. كنت هتخرج من الدور الاول من دور المجموعات، شوف الحمد لله انت ان شاء الله ايه في طريقك للنهائي ان شاء الله. طبعا النادي الاهلي لسه ما وصلش، النادي الاهلي لسه ما وصلش النهائي. تقول لي ده يا عم ده ثلاثة النادي الاهلي لسه ما وصلش النهائي بعد صفارة النهائي في ماتش الاياب. هقول لك النهارده ان شاء الله النادي الاهلي وصل. نجوم الماتش من وجهة نظر يعني، طبعا بيرستاو مش عارف اللي بيعمل يعني بيرستاو في الجون الثاني بالذات رقصنا كلنا. رقص الكل اللي كان بيتفرج على الماتش. بيرستاو رقصه، بس هو فضل هادي ويهوش ويهدي لحد اما خلى لعيبه الترجي منعت الرؤيه عن الحارس وشاطله في البعيد. فالقصه كلها في بيرس تاو صراحه لما بيبقى فايق بيعمل حاجات في الكوره ما ملهاش حل. فعلا بجد يعني بيرس تاو يعني ما يرجع بس لفورمته، يرجع لفورمته الدنيا هتبقى متظبطه كتير. بيرس تاو شوف لعب النادي الاهلي في الهجمات المرتده. شوف النقل شوف النقل الاهلي بينقل بسرعه ازاي. شوف الكرة لما خدها محمد هاني في كرة بيرستاوي الكرة التاني، والكرة الطويلة اللي لعبها ورا المدافع، وبيرستاوي راح على الجون على طول. والنقل والجون التالت بتاع كهربا، واحد اتنين تلاتة ديانج شحات راح لعبها الكهرباء الهدف التالت. القصة كلها الحمد لله ربنا يكرم النادي الأهلي ربنا يحفظهم ويوفقهم ويكون الفوز حالفنا إن شاء الله بالبطولة وربنا يكرم إن شاء الله.